السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الصف الأول الإعدادي إن شاء الله هنستمر مع بعض الترم الثاني في شرح منهج مادة الرياضيات. هنبتدي النهاردة إن شاء الله بفرع الجبر. إن شاء الله منهج بسيط وسهل جدا. أول درس عندنا اسمه درس القوى والأسس. درس القوى والأسس من الدروس الجميلة والسهلة. كل مطلوب منك بس ورقة وقلم هتفضل مركز معايا، تسجل ورايا النقاط المهمة اللي أنا هكتبها وهعملها لك إن شاء الله في الحصة. بسم الله توكلنا على الله. تعال بقى نشوف أساس الموضوع بدأ إزاي. الدرس الأولاني اسمه درس القوى والأسس. الموضوع بدأ معانا إزاي في الرياضة وإيه اللي وصلنا لموضوع الأسس. بص يا سيدي، الرياضة مادة بتحب الاختصارات، مش بتحب الرغي الكتير. لذلك وانت في الابتدائي دايما لما كنت بتيجي تاخد مثلا كلمة كيلو متر، مش كل مرة كنت بتقعد تكتب كيلو متر، كنا بنديك لها اختصار. اكتب يا عم كاف ميم يا عم، اختصارا للوقت. لما تيجي تاخد مثلا العامل المشترك الأكبر، بدل ما كنت تقعد تكتب كل ده كنا بنختصر ونكتب عين ميم ألف. فالرياضة تحب الاختصارات. فوجدنا ايه بقى؟ وجدنا ان احنا بدل ما نيجي نعمل عملية مثلا جمع متكرر زي العملية دي كده، بدل ما تيجي تجمع 3 زائد 3 زائد 3، دي عملية جمع متكرر. لقينا ان احنا ممكن نختصر عملية الجمع المتكرر دي لعملية أعلى وهي عملية الضرب. فممكن بدل ما تجمع 3 زائد 3 زائد 3 ممكن تضرب 3 في كام؟ مش ال3 اتكررت 3 مرات هنا، 1 2 3، يبقى أنت ممكن تضرب ساعتها 3 في 3. صح؟ اختصرنا عملية الجمع المتكرر. أوكي، حلو الكلام. طب ما برضو بنفس الطريقة لو جيت تجمع 4 زائد 4، ما أنت ممكن تعمل إيه؟ عملية جمع متكرر، ممكن تكتبها 4 في 2. فأصبح لو جالك حد قال لك أنا عايز أجمع 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 زائد إيه يا عم كل ده؟ عادي جدا. ده عملية جمع متكرر هنختصرها، الرياضة تختصرها لك وتبسطها لك. هنختصرها بعملية ضرب بسيطة. 10 في كام؟ 1 2 3 4 5. 10 في 5. يبقى الرياضة قائمة على إن هي بتحب تبسط الدنيا وتختصر الدنيا. فمن هنا هنوصل لمفهوم الأسس بقى. بص هيجي إزاي. لقينا إن عملية الضرب نفسها ممكن تكون متكررة. عملية الضرب نفسها أنا ممكن أجيب لك 2 في 2 في 2 في 2. طب أنا أعمل إيه في الحالة دي يا أستاذي؟ الجمع لما كان بيكون متكرر كنا بنحوله لضرب. الضرب لما هيبقى متكرر برضه هنحوله لعملية أعلى منه اسمها العملية الأسية أو الصورة الأسية. فبنكتب 2 واحدة كده ونقول الاتنين اتكررت كم مرة؟ 1 2 3 4. فبنكتب أس كده فوق أو قوة اسمها 2 أس 4. ف2 أس 4 معناها 2 في 2 في 2 في 2. يا سلام، يعني أنا بقى بعد كده يا مستر لو جالي 3 في 3 في 3 في 3 في 3، كل ده أنا ممكن أعملها كده 3 أس دي 1 2 3 4 5. 3 أس 5 طبعا. يبقى الصورة الأسية عملية بتختصر عملية الضرب المتكرر، أو صورة بتختصر عملية الضرب المتكرر. جميل. يبقى هو هنا بيقول لي يعبر عن ناتج ضرب عوامل متكررة بالقوة أو الصورة الأسية. حلو. فقال لك إن 3 أس 4 دي بتساوي 3 في 3 في 3 في 3. خلي بالك من نقطة مهمة كنا بنقولها دايما وانت في سنة 6 ابتدائي، نقول لك خلي بالك 3 أس 4 مش معناها 3 في 4. غلط. يعني 3 أس 4 ما تقوليش 12. أمال 3 أس 4 معناها إيه؟ معناها التلاتة مضروبة في نفسها 4 مرات. لأن في واحد جميل منكم لما أقول له 2 أس 5 بكام حبيب قلبي يقول لي 10. هذا الكلام خاطئ 100%، لأن هو بيضرب 2 في 5. لا طبعا. أمال إيه الصحيح؟ 2 أس 5 معناها 2 في 2 في 2 في 2 5 مرات. جميل يا مستر، جميل يا مستر. طيب عايزك بقى تاخد بالك من نقطة مهمة. إيه هي يا عم النقطة المهمة؟
العدد الكبير اللي تحت ده بنسموه الاساس. الايه؟ الاساس. والعدد اللي فوق الصغير الطربوشي اللي فوق ده بنسموه الاس. الاس. فدي بتتقرأ 3 أس 5. حلو الكلام. يبقى انا لو جبت لك A أس 6، فين الاساس؟ الاساس هو الايه. فين الاس؟ الاس هو ال6. وده معناها A في A في A في A في A في A 6 مرات. جميل يا عم. تعال نشوف الاسئله على اول جزئيه. اكتب كل مما ياتي. اكتب كل مما ياتي باستخدام الاسس. بسم الله. 7 في 7 في 7. هو عايزني احولها لصوره اسيه بس. اقول له حاضر عينيا الاثنين. عايزني احولها لصوره اسيه، يبقى دي هتساوي 7 اس كام بقى؟ 1 2 3 اس 3. جميل جدا. طب يلا يا عم الحاج. ايه ده يا مستر؟ ده في 2 هنا. 2 عادي. الثلاثه اتكررت كام مره؟ مرتين، تبقى 3 اس 2. في الايه اتكررت كام مره؟ 3 مرات، يبقى ايه اس 3. حلو جميل. تعالى بس نغير اللون. طب هنا -2 في -2 في -2 عادي خالص. خد -2 واحده بس منهم. اس كام بقى؟ 1 2 3 4 5، يبقى اس 5. طب يا مستر مش عايزني اجيب الناتج. هنجيب الناتج، بس هو هنا قال لي انا عايز استخدام، حولها باستخدام الاسس. اكتب كل مما ياتي باستخدام الاسس. اوكي. طب تعالى رقم 4. شكلها تقيله ولا تقيله ولا حاجه. انا بمسك الحاجه اللي اتكررت. انا عندي ادي سالب اكس، ادي سالب اكس، ادي سالب اكس، ادي سالب اكس. كم واحده؟ 4. يبقى انا اخد سالب اكس واحده وارفعها للاس 4. في ال5 اس 9 جت كم مره يا عم الحاج؟ 3 مرات، يبقى 5 على 9 الكل اس 3. مستر هو انت ليه بتحطهم في قوس كده؟ هتعرف كمان شويه انا ليه بحط الاساس في قوس. واحده واحده بس. اوكي. كلام سهل وجميل. نكمل. بيقول لي حاول بنفسك اكتب كل مما ياتي باستخدام الاسس. اكتب كل مما ياتي باستخدام الاسس. -8 في -8 في طبعا كلام سهل. هكتب -8 اس كام؟ عد كده. 1 2 3 4 5. -8 اس 5. واي يبقى الواي اتكررت مرتين يا مستر، تبقى واي اس 2. في الايه اتكررت كام مره؟ 1 2 3، يبقى ايه اس 3. ده كلام تافه. يا سلام لو الرياضه كلها كده. ان شاء الله الدرس بسيط وجميل. 3 على 4 اس 1 2 3 4. الاخيره -7 اتكررت مرتين، في الام اتكررت مرتين. بس يا ريس ادي اول جزئيه. خش على الصفحه الثانيه بقى. بيقول لي اوجد قيمه كل مما ياتي. هنا بقى الكلام بدا يختلف شويه. احنا عايزين القيمه. عايزين ايه يا ريس؟ القيمه. 2 اس 3 هل معناها 2 في 3؟ لا، دي معناها 2 في 2 في 2. 2 في 2 ب4 في 2 ب8. الاله شغاله معانا طبعا. الاسس بتتعمل ازاي على الاله يا اولاد؟ هات لي الاله الحاسبه. ادي 2 زرار الاس اهو. في اس 2 لوحده؟ لا، احنا عايزين نعمل اسس متغيره. احنا عايزين نعمل اس 3 دلوقتي. فبتضغط على الزرار ده وتكتب 3. 2 اس 3 تساوي 8. حلو. -3 اس 4 دي معناها ايه؟ معناها -3 مضروبه في -3 مضروبه في -3 مضروبه في -3 4 مرات. طب يا مستر -3 في -3 ب9. مش سالب في سالب بموجب و3 في 3 ب9؟ في -3 في -3 برضه 9 و9 في 9 يساوي 81. يا سلام، يعني -3 اس 4 طلعت بتساوي 81. خلي بالك عشان هننبه على نقطة مهمة دلوقتي. تعالى لسالب نص اس 5. معناها ايه دي يا مستر؟ معناها سالب نص مضروب في سالب نص مضروب في سالب نص. كم مرة؟ كم مرة يا ولاد؟ 5 مرات. طب يلا بينا. سالب في سالب بموجب. طبعا انا هوريك دلوقتي حاجة تختصر لي كل العمليات دي. سالب في سالب بموجب، وبعدين يا مستر سالب في سالب بموجب برضه، وبعدين هضرب موجب في موجب في سالب، فالناتج هيطلع بالسالب. بس انا هتلخبط فيها بقى يا مستر. انا مش هقعد اضرب بقى الاشارات في بعضها كده، هتلخبط. فبناخد قاعدة مهمة.
امتى الناتج يطلع بالموجب وامتى الناتج يطلع بالسالب. هنا يا مستر الناتج هيطلع بالسالب. طب انت عرفت منين؟ هقعد انا اكتب بقى السالب نص 5 مرات واضرب، هتلخبط. نص اس 5 هتطلع 1 على 32. طب انا اعرف منين يا مستر هنا الاس؟ ما هنا الاساس كان سالب، طلعت الاجابه 81 بالموجب. هنا الاساس كان سالب، لقينا الاجابه طلعت سالب. الله، ايه الموضوع ده؟ بص معايا يا باشا، ملحوظه مهمه لازم تسجل ورايا، ملحوظه مهمه. ايه هي الملحوظه المهمه دي؟ 1، اذا كان الاساس، عارف الاساس العدد اللي بيبقى تحت، موجب، يكون الناتج موجب دائما. موجب دائما. إذا كان الأساس موجب يكون الناتج إيه؟ موجب دايما. هفهمك. الملحوظة الثانية، إذا كان الأساس سالب، لو الأساس كان سالب يكون الناتج، ستوب عندك بقى، يكون الناتج إيه؟ يا إما الناتج بيطلع بالموجب يا إما الناتج بيطلع بالسالب. يا نهار أبيض، إمتى يا مستر يطلع بالموجب؟ لو الأس زوجي. إمتى يا مستر يطلع بالسالب؟ لو الأس فردي. وتعالى نشرح. بص يا ابني، إذا كان الأساس موجب يكون الناتج موجب دايما. 2 أس 2، الأساس اللي هو 2 موجب ولا سالب؟ موجب يا مستر، يبقى الناتج هيطلع موجب. 2 أس 2 ب4. 3 أس 3، الأساس موجب ولا سالب؟ موجب يا مستر، الأساس اللي هو ال3 ده موجب، يبقى الناتج هيطلع بالموجب. 3 أس 3 27. يبقى لو الأساس موجب الناتج دايما هيكون موجب دائما. انما اذا كان الاساس سالبا يكون الناتج اما موجب واما سالب. طيب تعالوا نحط الاساس سالب، يلا. سالب 2 اس، مره اس 4 ومره سالب 2 اس 3. تعالوا نشوف في الحالتين ايه اللي بيحصل. الاساس سالب صح؟ طب الناتج هيطلع ايه؟ والله يا مستر مش عارف، ممكن يطلع موجب وممكن يطلع سالب. ايه اللي بيعرفني؟ الاس. بص على الاس بتاعك، ال4 زوجي ولا فردي؟ زوجي. ايه هي الاعداد الزوجيه يا مستر؟ 0 2 4 6 8 وانت ماشي بقى. ايه هي الاعداد الفرديه؟ 1 3 5 7 9 وانت ماشي. لو لقيت الاس زوجي الاجابه هتطلع بالموجب، وتقوم بقى عامل 2 اس 4 تطلع 16. 2 في 2 في 2 في 2، 2 في 2 ب4، 2 في 2 ب4، 4 في 4 ب16. جميل. طيب يبقى هنا الإجابة طلعت بالموجب لأن الأس زوجي، يبقى الأس الزوجي بنقول عليه بياكل السالب. يبقى سالب 2 أس 4 هي تساوي 2 أس 4. مفيش فرق بينهم هما الاثنين، الأس الزوجي بياكل السالب. إنما الأس الفردي بقى لا، الإجابة تطلع بالسالب. ليه يا مستر؟ اقنعني. ما هي سالب 2 أس 3 معناها إيه؟ معناها سالب 2 مضروبة في سالب 2 مضروبة في سالب 2، صح؟ لو أنت ضربت سالب 2 في سالب 2 ب4، صح ولا لأ؟ طب 4 في سالب 2، 4 في سالب 2 تطلع سالب 8. تطلع إيه يا باشا؟ سالب 8. يبقى سالب 2 أس 3 معناها إن أنا ضربت سالب 2 في سالب 2 في سالب 2 في سالب 2 في سالب 2 ب4، 4 في سالب 2 بسالب 8. يبقى لو الأس فردي الإجابة بتطلع بالسالب، إنما لو الأس زوجي الإجابة بتطلع بالموجب. يبقى ملخص الحتة دي كلها عشان ما نتلخبطش، ملخص السبورة المهمة دي:
ان يا مستر لو الاس كان زوجي بيبلع السالب، انما لو كان فردي بيسيب السالب، الناتج بيطلع بالسالب. حلو الكلام، حلو الكلام. نرجع لمسألتنا كده، نرجع. بص، احنا هنا السالب 3 لو تفتكر الناتج طلع بالموجب. ليه بقى؟ عرفت دلوقتي ليه؟ الأس كان ايه هنا؟ 4 زوجي، يبقى الناتج طلع بالموجب عشان الأس زوجي. طيب هنا الناتج طلع بالسالب، صح؟ ليه؟ لأن الأس هنا فردي، والأس الفردي بيسيب السالب أو بيترك السالب زي ما هو. جميل الكلام ده. نكمل. حاول بنفسك. اوجد قيمة كل مما يأتي 5 أس 3. دي معناها ايه؟ 5 في 5 في 5 هتطلع 125 على الآلة الحاسبة. سالب 4 أس 2، ها؟ الناتج هيطلع الاثنين دي زوجي. هتعمل ايه في السالب؟ تلغيه، تبلعه. يبقى دي كأنها 4 أس 2 اللي هي معناها 4 في 4 ب 16. زي الفل. طب تلت أس 3 دي معناها ايه؟ معناها تلت في تلت في تلت. هتطلع على الآلة الحاسبة 1 على 27. سهل الكلام؟ سهل إن شاء الله. طيب حتة كده بقى ايه فوق البيعة كده، هي مش هنقول ملهاش لازمة ولكن لازم نقولها يعني. أحيانا بيقول لك اكتب كل ما يأتي في الصورة الأسية بحيث يكون الأساس عدد أولي. عايزين الأساس يكون عدد أولي وجايب لك ال 64. الكلام ده أنت خدته في الابتدائي. عايزين نكتب ال 64 في صورة رقم أس حاجة. رقم أس حاجة. طيب هنعرف منين؟ هنحلل ال 64 دي إلى عواملها الأولية. نمسك ال 64 كده على جنب، نحللها إلى عواملها الأولية. ال 64 عبارة عن كام في كام؟ والله يا مستر 8 في 8. في حاجات تانية يا مستر ممكن أعملها 16 في 4 براحتك. طيب هل ال 8 عدد أولي؟ لأ. هل ال 8 عدد أولي؟ لأ. فهتتحلل. هو يعني إيه عدد أولي؟ العدد الأولي يا أولاد أنتوا خدتوه في الابتدائي، هو عدد بيكون ليه عاملين فقط. يعني مثلا التلاتة عبارة عن كام في كام؟ عبارة عن 3 في 1. هل في حاجة تانية تضربها تديك 3؟ لا. هي التلاتة العوامل بتاعتها 1 و3، فبنسموا التلاتة عدد أولي. غير الأربعة مثلا ممكن أعمل 4 في 1 أو 2 في 2. صح ولا لا؟ يبقى الأربعة ليها كام عامل؟ 1 و4 و2 ليها 3 عوامل، يبقى مش عدد أولي. طيب التمانية مثلا أولي ولا مش أولي؟ فكر يا مستر. التمانية ديت ممكن أضرب 8 في 1 وممكن أضرب 2 في 4، يبقى برضه مش عدد أولي. طب السبعة؟ لا، السبعة مفيش غير 7 في 1 بس، فده اسمه عدد أولي. فهل الثمانية أو إيه هي الأعداد الأولية؟ أكتبها لك فوق أهي: 2 3 5 7 11 وأنت ماشي بقى. هو اللي يهمنا منهم إن أنت تكون عارف دول كده 2 3 دي أعداد أولية. فالثمانية مش أولي فبتتحلل. الثمانية تتعمل كام في كام؟ 2 في 4. الاثنين أولي الله علم عليه بدايرة كده عشان تبقى عارف إن هو أولي. إنما الأربعة مش أولي فبتتحلل كام في كام؟ 2 في 2. يا سلام. طب ما الثمانية التانية برضه يا مستر هتتحلل كده 2 في 4. الاثنين دي أولي، اعمل عليها دايرة. الأربعة مش أولي، اعمل عليها مربع وحلل الأربعة 2 في 2. طب أنا استفدت إيه من كل ده بقى؟ أنت استفدت كده إن ال 64 أنت عرفت إن عواملها بص 2 و2 و2 كل اللي عليهم دواير و2 و2. لو أنت ضربت 2 في 2 في 2 في 2 في 2 في 2 6 مرات تجيب ال 64. فال 64 كأنها تساوي 2 أس كام بقى؟ عد كده: 1 2 3 4 5 6. كأنها 2 أس 6. يا نهار أبيض، كأنها 2 أس 6. كده أنا كتبتها في صورة عدد أولي. طب تعالى نعمل ال 300 عشان نفهم أكتر. ال 300 دي كام في كام؟ والله يا مستر ال 300 هو هنا الكتاب عملها لي 10 في 30. عادي. افرض أنا عايز أعملها 150 في 2 براحتي أهو. 150 في 2 الاثنين أولي. امسك بقى ال 150 مش أولي هتحللها. ال 150 كام في كام؟ والله عايز أعملها 10 في 15 براحتك برضه. لا ال 10 أولي ولا ال 15 أولي فهيتحللوا. ال 10 تتعمل كام في كام؟ 2 في 5. الاثنين كده أولي يا مستر والخمسة أولي. طب وال 15؟ 3 في 5. الخمسة أولي والثلاثة أولي. يلا بقى نكتب ال 300 في صورة أعداد أولية. ال 300 عبارة عن 2 في 5 في 3.
تعال بقى نشوف كل واحد اتكرر كام مره منهم. الاثنين اتكررت كام مره؟ 1 2 يبقى 2 اس 2. الخمسه اتكررت كام مره؟ 1 2 يبقى 5 اس 2. طب والثلاثه؟ لا هي جت مره واحده بس فتبقى 3 اس 1. عايز تكتب الواحد اكتبه، لكن احنا مش بنكتبه. 3 مكتوبه كده اسها 1 يبقى دي كده 3 اس 1. اسها 1 مش بيتكتب. يبقى 300 عباره عن، طبعا هو عملها 30 في 10، ال10 عملها 2 في 5، وال30 5 في 6، وال6 عملها 3 في 2. هي نفس الكلام برضو. هتطلع في الاخر الاثنين اتكررت مرتين فكتب 2 اس 2، والثلاثه مره واحده فكتب 3، والخمسه اتكررت مرتين فكتب 5 اس 2. ودي حته يعني مش مهمه قوي. تعال ناخد من، حاول بنفسك واحده صغيره عشان خاطر برضو ايه نبقى قفلنا الحته دي. ال 180 عايزين نكتبها في صوره اعداد اوليه بصوره اسيه. نمسك ال 180 نحللها. 180 عباره عن 18 في 10، صح الكلام؟ طيب لا دي اولي ولا دي اولي فلسه هيتحللوا. ال10 تتحلل 2 في 5. فانت بتبسط العدد لحد ما يديك اعداد اوليه، الاثنين اولي والخمسه اولي. وال18 تتعمل كام في كام؟ والله عايز اعملها 2 في 9 براحتك. الاثنين اولي انما التسعه مش اولي فهتتحلل برضه 3 في 3. كده انا حللت العدد. تعال بقى نشوف اتكرر كم مره. والله انا شايف الاثنين اتكررت مرتين يبقى 2 اس 2 في الثلاثه اتكررت مرتين يبقى 3 اس 2 في، والله انا شايف الخمسه جت مره واحده يبقى في 5. بس الكلام كده انا كتبت العدد في صوره عدد اولي. الصفحه اللي بعدها وهي الصفحه المهمه، ده بقى اللي احنا كنا بنرغي فيه من شويه. قال لك خلي بالك يا عماش مهندس، لو الاس بتاعك زوجي بناكل السالب اهو، سالب 3 اس 2 طلعت 9. انما لو الاس بتاعك فردي بنسيب السالب، سالب 3 اس 3، الثلاثه فردي تطلع الاجابه سالب 27. طيب هناك فارق بين، فاكر من شويه لما قلت لك انا بكتب دي الاعداد في قوس هتعرف دلوقتي. في فرق بين دي، استنى اقرب لك الشاشه، ودي. يا نهار ابيض على الرياضه اللي هتوجع دماغنا. بقى في فرق بين دي وبين دي يا مستر، ما هي سالب 2 اس 4 اهي، ودي برضه سالب 2 اس 4. ايه الفرق؟ بص، سالب 2 اس 4 هنا يا عم الحاج الاس الزوجي هيعرف ياكل السالب، لان السالب معانا في القوس، معانا في الكيس بتاعنا. سالب 2 كلها اس 4، فهتطلع الاجابه هنا كانها 2 اس 4 عادي. و2 اس 4 بكام يا عم الحاج؟ 2 في 2 في 2 في 2 يعني 16. انما دي بقى يا اولاد سالب 2 اس 4، لا ده هنا يا عيني الاس على الاثنين بس، مالوش دعوه بالسالب، مش هيعرف ياكل السالب هنا. يا سلام، يعني هنا الاجابه هتطلع بالسالب؟ و2 اس 4 دي يا مستر لوحدها كده ب 16. طب ما انا كده هتلخبط. لا مفيش لخبطه ولا حاجه. لما تلاقي في قوس يبقى انت كده ينفع تاكل السالب، الاس ينفع يسيطر على السالب وياكله. انما هنا هل الاربعه ليها دعوه بالسالب؟ لا، ده الاربعه كانها على الاثنين بس والسالب لوحده. حلو الكلام. لذلك انت لو رحت على الاله الحاسبه كتبت لها يلا يا اله سالب 2 اس 4، ما حطيتهاش في قوس اهو، بص الاله هتقول لك ايه؟ سالب 16. طب تعالى يا ست الاله ارجع، والله انا هحطها في قوس. بص بص بص، تقول لك والله 16. يا سلام، يا نهار ابيض، هو ده الفرق. طب يا مستر تعالى بقى لدي، سالب 2 اس 5. الاس هنا ايه؟ فردي، هياكل السالب ولا هيسيبه؟ لا هيسيبه. و2 اس 5 بكام؟ 2 اس 5 ب 32. الاجابه هتطلع سالب 32. يبقى خد بالك من حته القوس، لان انا لو جبت لك سالب 3 اس 3 او سالب 3 اس 2 غير سالب 3 اس 2 كده، هنا الاس يأثر على السالب ياكله يلغيه، فتبقى كانها 3 اس 2 اللي هي ب9. انما هنا نو،
3 أس 2 ب9 والسالب بينزل يا ريس مش هيتاكل. حلو الكلام، اتفقنا. ونبدأ بقى أول مسائل مهمة اللي بتبدأ تيجي في أسئلة الامتحانات، هي المسائل دي. إيه حكاية المسائل ديت يا عم؟ دي اسمها مسائل التعويض، أنا مسميها مسائل التعويض. بديك الحروف، بقول لك الإيه بتساوي كذا والبي كذا والسي كذا، وبخليك تجيب قيم مقادير جبرية كده. يعني إيه؟ إذا كانت الإيه بتساوي 3 والبي بتساوي -1 والسي بتساوي 2، اوجد القيمة العددية لكل مما يأتي A أس 2 زائد C أس 3. كل اللي عليك هتشيل الحرف وتحط الرقم بتاعه. بس نصيحة مني، حطه في قوس دائما. يعني إيه؟ هنا أنا هشيل ال A وأحط مكانها 3، فدي تبقى كأنها 3 أس كام؟ أس 2 زائد السي أس 3. طب هي السي بكام أصلا؟ السي ب2، يبقى أنا هشيل السي وأكتب مكانها 2 مرفوع على الأس 3 وأروح أحسب الحسبة دي. طبعا 3 أس 2 يعني 3 في 3 ب9 زائد 2 أس 3 يعني 8، ما هو 2 في 2 في 2 ب8. 9 زائد 8 الإجابة تطلع 17. جبت أول واحدة. خش على الثانية. A أس 2. A أس 2 يعني إيه يا عم الحاج؟ يعني شيل الإيه وحط مكانها 2 وحط مكانها رقمها 3 أس 2 ناقص 2 AB، يعني 2 مضروبة في الA مضروبة في الB، أدي 2 مضروبة في الA اللي هي بكام؟ ب3 مضروبة في الB اللي هي ب1، وتروح تحسب الحسبة دي بدماغك أو على الآلة الحاسبة عشان تنجز نفسك. تساوي 3 أس 2 ب9، 2 في 3 ب6، 6 في -1 ب6، سالب وسالب تبقى موجب 6، 9 و6 تطلع 15. هتطلع على الآلة الحاسبة 15 اختصارا للوقت. طيب ماشي، تعالى يا مستر لدي اهو، ادي القوس اهو. الاي بكام؟ الاي ب3 ناقص البي بكام؟ البي ب1. طب ما هو سالب سالب يبقوا ايه؟ يبقوا موجب، صح؟ خلي بالك اهو، الناس اللي بتتلخبط بين السوالب، هي ايه؟ كتبت 3 في ناقص حطيت الناقص اهو. البي بقى نفسها بكام؟ البي نفسها ب1، فانا هحط مكان البي -1. سالب مع سالب تبقى موجب يا ريس. 3 زائد 1 الكل أس سي، هي السي دي بكام؟ ب2 أهو. 3 زائد 1 أس 2 اللي هي كأنها 4 أس 2 اللي هي هتطلع ب16. طيب ماشي. 4 A أس سي ناقص B أس سي. ال A ب3 أس السي بكام؟ 2 ناقص ال B ب1، حطها في قوس. أس السي اللي هي ب2، يبقى ادي A أس سي 3 أس 2 ناقص B أس سي يعني -1 أس 2. تطلع الإجابة كام يا عم الحاج؟ 3 أس 2 ب9 ناقص، والله يا مستر هنا الأس زوجي هيشيل السالب، 1 أس 2 ب1 و9 ناقص 1 تطلع الإجابة 9. مسائل حلوة. طيب طبعا ادي عندك واحدة، حاول بنفسك حلها مع نفسك بقى. أو عايز إذا كانت البي ب7 عايز القيمة دي، وإذا كانت السي ب4 والدي ب5 والجي ب1 عايز قيمة المقدار ده. حلهم بنفسك واكتب لنا تحت في الكومنتات الإجابات بتاعتهم. اكتب لنا حاول بنفسك 5 طلعت الإجابات بتاعتها كذا وكذا. طيب أهم سبورة في الدرس، ضرب وقسمة الأعداد الأسية. ودي أهم سبورة في الدرس يا عم الحاج. نقسم الصفحة كده بالنص ونسمي الله. في حالة ضرب الأعداد أو في حالة ضرب الأساسات المتشابهة، في حالة ضرب الأساسات المتشابهة إنما هنا في حالة قسمة الأساسات المتشابهة. إيه الموضوع بقى يا مستر؟ موضوع سهل وجميل.
بص يا ريس، في حالة ضرب الأساسات المتشابهة نجمع الأسس. فدايما بنحفظها طول المنهج بتاعنا، في حالة الضرب بنجمع الأسس، في حالة الضرب بنجمع الأسس، حفظناها. نفهم 2 أس 3 في 2 أس 3 في 2 أس 4. الأساسات دي متشابهة ولا لأ؟ متشابهة، دي 2 ودي 2. فعندنا قاعدة بتقول لك لو أنت بتضرب أساسات متشابهة خد أساس واحد بس منهم واجمع الأسس، يعني اجمع 3 زائد 4 تطلع 2 أس كام؟ 3 زائد 4 7. يعني 2 أس 3 في 2 أس 4 هي 2 أس 7. طيب 5 أس سالب 1 في 5 أس سالب 2 في 5 أس 6. والله يا مستر الأساسات متشابهة، 5 5 5، وأنا بضرب يبقى أنا ممكن أجمع الأسس، ممكن آخد أساس واحد بس وأجمع الأسس، يعني سالب 1 أجمعها مع السالب 2 أجمعها مع الستة. سالب 1 زائد سالب 2 يبقوا سالب 3، سالب 3 زائد 6 يبقى 3، يبقى دي كأنها 5 أس 3. عملت إيه؟ جمعت الأسس، جمعت السالب 1 زائد السالب 2 زائد الستة، الأسس اللي فوق دي جمعتها لقيتها في الآخر ادتني 3، يبقى دي كأنها 5 أس 3. يبقى احنا في حالة ضرب الأساسات المتشابهة بنجمع الأسس. جميل. إنما في حالة قسمة الأساسات المتشابهة بنعمل إيه بقى؟ بنطرح الأسس. نطرح الأسس يعني إيه يا مستر؟ يعني أنا لو جبت لك حبيب قلبي 2 أس 3 مقسومة على 2 أس 2 تساوي، تقول لي والله يا مستر دي أساسات متشابهة، دي 2 ودي 2 صح؟ وإحنا في حالة قسمة صح؟ فممكن ننزل أساس واحد منهم بس وأطرح الأسس. 3 ناقص 2 يعني الإجابة تطلع 2 أس 1 اللي هي ب2، يعني 2 أس 1 اللي هي ب2. يعني يا مستر لو جبت لي 8 أس سالب 2 على 8 أس سالب 6 دي هتساوي، طالما أنا بقسم أساسات متشابهة آخد أساس واحد بس وأطرح الأسس، لأن دي اسمه سالب 2 ناقص سالب 6. طبعا ناقص مع ناقص تبقى إيه؟ تبقى زائد. سالب 2 زائد 6 يعني الإجابة تطلع 8 أس 4. يبقى ملخص الحتة دي، لما تضرب أساسات متشابهة اجمع الأسس، لما تقسم أساسات متشابهة اطرح الأسس. حلو الكلام؟ حل يا عم الحاج، قول لي يلا. عفريت أس 5 فعفريت أس 3. إيه يا عم الحاج الكلام ده؟ يلا بس. والله يا مستر مش دي أساسات عفريت هي الأساسات متشابهة. يبقى دي كأنها كام؟ عفريت أس 5 زائد 3 8. ليه جمعت الأسس حبيب قلبي؟ ما هو ضرب، واحنا في حالة الضرب بنجمع الأسس غير دي. عفريت أس 6 عفريت أس 5. لا ده أنا هنا بنقسم بقى، يبقى نطرح الأسس، ناخد عفريت واحد بس، أساس واحد بس، 6 ناقص 5 1. فهمت الحتة دي؟ إن شاء الله تكون مفهومة. نرجع بقى الصفحة بتاعنا والكلام بتاعنا. بص يا عم، هو ده ملخص الكلام. قال لك بصفة عامة في حالة الضرب نجمع الأسس، وفي حالة القسمة بنطرح الأسس، ويلا نحل على الكلام ده. اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. 7 أس 2 في 7 أس 3. ضرب أساسات متشابهة، ناخد أساس واحد ونجمع الأسس. 2 زائد 3 5 يبقى 7 أس 5 أهي. اللي بعده بنقسم يا مستر، ودي أساسات متشابهة، بناخد أساس واحد ونطرح الأسس. 8 ناقص 4 4 يبقى 5 أس 4 أهي.
طيب ايه ده بقى يا مستر؟ ده بيقول لي 3 اس 5 في كام؟ طلعت 3 اس 10. والله انا واخد بالي دي 3 طلعت 3، يبقى اكيد دي كانت 3. طالما ثبتنا الاساس يبقى كان الاساس متشابهه، صح؟ طيب مش احنا بنضرب؟ يبقى اكيد جمعنا الاسس، 5 جمعناها مع اس طلعت 10. دي محتاجه يا مستر عيب، واحنا صغيرين يا مستر يعني. اكيد 3 اس 5، 3 اس 5 في 3 اس 5 تطلع 3 اس 10. طيب اللي بعده يا مستر 8 8، يبقى اكيد الاساس هنا كان 8. طب الاس كان كام بقى؟ تقول لي استنى بقى، مش انت بتقسم؟ يبقى كان في هنا اس لما طرحت منه 2، اما نقصت منه 2 طلعت الاجابه كام؟ 3. دي اسمه صح؟ ايه الاس اللي لو طرحت 2 تطلع 3؟ 5 يا مستر. 8 اس 5 على 8 اس 2 هننزل 8 ونطرح 5 ناقص 2 3، يبقى هي 8 اس 5. طب حلو الكلام. اللي بعده 4 4، يبقى الاساس هنا كان 4. طيب مش احنا بنضرب؟ يبقى جمعنا كام مع الثلاثة عشان تطلع 5؟ جمعنا 2. 4 اس 2. يا مستر مش لاقي 4 اس 2 في الاختيارات، اختار ايه يعني؟ اختار 1 اس 2 يا ابني. 4 اس 2 بكام حبيب قلبي؟ 4 اس 2 ب 16 اهي. يبقى هي دي 4 اس 2 عادي، بس هو بس ايه فكها لك يعني، جاب لك الناتج بتاعها زي الفل. نكمل لسه فيه اهو. نروح لسؤال 6 بقى يا رجاله. بيقول لي سالب 7 اس 9 على كام يساوي سالب 7 اس 3؟ اكيد طالما سالب 7 سالب 7 يبقى الاساس كان سالب 7. اس كام بقى؟ يا ترى 9 ناقص كام؟ انت ليه قلت ناقص يا مستر؟ مش دي اسمه؟ يبقى طرحنا الاسس. 9 ناقص كام؟ تطلع 3. اكيد 9 ناقص 6. فين بقى دي في الاختيارات؟ مش موجوده. لا موجوده اهي. ازاي يا مستر دي سالب 7 اس 6؟ حبيب قلبي مش احنا لسه قايلين ان لما يكون الاس زوجي بياكل السالب بيبلع السالب، فدي كانها 7 اس 6 عادي. فهمت. اس زوجي بياكل السالب فكانها 7 اس 6. حلوه دي. رقم 7 مهم. نصف العدد 2 اس 6. مستر هو يعني ايه كلمه نص؟ نصف العدد يعني اقسمه على 2. هو انا لما اقول لك نص ال10 كام؟ هتقول لي مباشر 5. ايوه انت عملت ايه يعني؟ قسمت ال10 على 2. يبقى كلمه نص معناها انا قسمته على 2. قسمته على كام؟ قسمته على 2. كلمه تلت، ثلث العدد، قسمته على 3. كلمه ربع قسمته على 4. خمس قسمته على 5، وهكذا. يبقى خد بالك، انا عايز بس انبهك على نقطه مهمه في السبوره دي كده. نصف معناها ان انا قسمت العدد عندي على 2، قسمته على 2. ثلث يعني قسمته على 3، قسمته على 3. انما مثلا ضعف، لا، الضعف معناها ان انا ضربته في 2. طب مثلا 3 امثال، دي معناها ان انا ضربت في 3. حلو. نرجع تاني. يبقى نص العدد 2 اس 6 كاني قسمته على كام؟ قسمته على 2. طب حبيب قلبي مش الاثنين دي اسها كام؟ اسها 1. واحنا في حاله القسمه بنعمل ايه؟ مش دي كده اساسات متشابهه بنقسمها؟ والله 2 اس 6 على 2 اس 1 كانها 2 اس 6 ناقص 1 5. 2 اس 5 اللي هي ب 32. طبعا ممكن تلاقيها 2 اس 5 كده، او تلاقيها اجابتها 32 عادي خالص. طيب حاول بنفسك، هتبدا ان انت تحله، ولكن انا هحل لك سؤال بس واحد منه اللي هو ده. 3 امثال العدد 3 اس 3. كلمه 3 امثال يعني انا ضربت في 3، فكانك مسكت ده كده اهو ضربته في 3. طب مستر مش احنا كده بنضرب اساسات متشابهه؟ دي 3 ودي 3، فالاجابه تطلع 3 اس كام بقى؟ اجمع الاسس يا مستر. دي 3 وهنا الاس كام؟ 0. مفيش الكلام ده. الاس هنا 1 بس مش بنكتبه، يبقى دي كانها 3 زائد 1 4. 3 اس 4. سهل الكلام يا شباب؟ ان شاء الله سهل. وتعالى ننبه على نقطة مهمة قبل ما نخش في آخر جزئية في الدرس. خلاص فاضل جزئية صغيرة والدرس يخلص. بص يا معلم،
أي حاجة أس بتاعها صفر الإجابة بتطلع 1. يعني إيه؟ 5 أس صفر ب1 سالب 100 أس صفر ب1 قرد أس صفر ب1. يبقى أي حاجة أس صفر بإيه؟ ب1. طب حلو الكلام. خد بالك إذا كان الأس عددا سالبا، عندنا في الرياضة يا أولاد ممنوع وعيب، حرام يا عم كمان من عندي. إذا كان الأس عددا سالبا ممنوع وعيب، يعني ما ينفعش تيجي تقول لي يا مستر 2 أس سالب 3، لا، يجي لي حالة عصبية على طول أول ما أشوف دي قدامي، أتعصب على طول. 2 أس سالب 3 ما ينفعش، الأس ما ينفعش يكون سالب. طب أعمل إيه عشان أحوله لموجب؟ القاعدة بتقول لك اقلب الأساس يتقلب الأس. يعني إيه يقلب الأساس يتقلب الأس؟ يعني شايف الاتنين دي اقلبها خليها 1/2، هات معكوسها الضرب يعني. ساعتها بقى السالب 3 تتحول تبقى 3. يا سلام، يعني أنا لو عندي 2 أس سالب 3 ممكن أقلب الأساس أخليه نص ويبقى السالب 3 كده بقت موجب؟ كده أنا ما اتعصبش. 1/2 أس 3 سهلة بقى، اللي هي تطلع بكام؟ 2 أس 3 ب8 توم. طب يا مستر 4 أس سالب 2، لا دي لي حالة عصبية اتعصب. أس سالب نو ما ينفعش. طب أعمل إيه يا مستر؟ اقلب الأساس يتقلب الأس، اقلب الأساس ال4 تبقى ربع والأس بقى يتقلب، يبقى يتقلب يعني يتغير إشارته، يعني سالب 2 تبقى 2، يبقى ربع أس سالب 2 هي 1/4 أس 2. طب معنى كده لو أنا جبت لك إيه أس سالب 3 كأنها اقلب الأساس 1/إيه أس 3. إكس أس سالب 6 دي كأنها اقلب الأساس 1/إكس أس 6. يبقى عندنا في درس الأسس قاعدة مهمة لازم نعرفها، الأس ما ينفعش يكون سالب، فممكن نقلبه ونخليه بالإيه؟ ونخليه بالموجب عادي جدا. طيب إيه بقى الصفحة اللي فيها سحر أسود دي؟ إيه يا مستر الحاجات ديت بقى؟ اوجد ناتج كل مما يأتي وجايب لي لعبكة ولعبطة وأنا مش فاهم أي حاجة. بص يا ريس سمي الله ويلا بينا. بص يا معلم، اوجد ناتج كل مما يأتي، كل اللي عليك هتعمله إيه يا ولدي؟ يعني إحنا عندنا أول سؤال بيقول لي 8 أس 4 في 8 أس 6 على 8 أس 3 في 8 أس 5، عادي خالص عادي خالص، دي هتساوي، تعالى بس نقرب كده الشاشة. أول سؤال فوق، والله يا مستر دي ممكن أحلها بكذا طريقة. ممكن أخلص اللي فوق لوحده 8 أس 4 في 8 أس 6، مش أنا بضرب يبقى أجمع الأسس 4 زائد 6 10، وأخلص اللي تحت لوحده 3 زائد 5 8، وبعدين أعملها لوحدها مسألة اسم بقى، أطرح الأسس يبقى كأنها 8 أس 10 ناقص 8 2 بس اللي هي ب 64. ادي طريقه. وممكن واحد تاني يقول لك لا انا مش عايز احلها كده. امال عايز تحلها ازاي يا عم الحاج؟ يقول لك انا هطلعها من مره واحده يا عم، ودي طريقه بقى انا بحبها بصراحه. هكتب 8 واحده مش كلهم زي بعض، بس الطريقه دي بتنفع في حاله لو الاساسات كلها زي بعضها، ما تنفعش هنا مثلا لان سالب 3 6 6 سالب 3 ما تنفعش. فانا هكتب اساس واحد 8، مش الاربعه والسته هنجمعهم مع بعض اهو 4 زائد 6 عشان هم في البسط. طب اللي في المقام ننقصهم ناقص 3 ناقص 5، اي حاجه في المقام تبقى بالناقص على طول بس، وتطلع الاجابه كام؟ 8 اس 4 زائد 6 10 10 ناقص 3 7 7 ناقص 5 2. حلو. طب يا مستر عايزين نحل رقم 3، يلا بينا. نعمل ايه هنا بقى؟ انا شايف اساسات مختلفه، خد المتشابه مع بعض، يعني خد دول مع بعض، مش دول مقسومين؟ اكتب سالب 3 أس، اطرح الأسس يلا. فوق 6 تحت 3، 6 ناقص 3 3 أهو. في اعمل دول مع بعض
6 أس 7 على 6 أس 5، يبقى دي كأنها 6 أس كام؟ اطرح الأسس، 7 ناقص 5 2. واحسب الحسبة دي على الآلة تطلع لك الإجابة. يبقى أنا عملت كل واحد متشابه مع بعض. طب تعالى نفهم أكتر نحل دي. والله يا مستر بص، طالما الأساسات متشابهة أنا ممكن آخد 4 أس 5 واحدة بس. أس كام بقى؟ يلا نشوف. السبعة هنا مقسومة على الخمسة، دول مقسومين على بعض. اسمه يبقى أنا أطرح الأسس، 7 ناقص 5. بص ضرب بقى، ضرب يبقى أجمع عليهم الأس اللي هنا اللي هو 1. يبقى 7 ناقص 5 زائد 1. طرحت الأسس بتاعت القسمة وفي الضرب جمعت الواحد عليهم، يبقى الإجابة هتطلع 4 على 5 أس 7 ناقص 5 2 2 و1 3. طب آخر واحدة بالرموز، أخاف بقى وركبي تخبط في بعضها، لا. أعمل إيه؟ بنفس الفكرة يا ولدي، بنفس الفكرة يا ريس. بص يا معلم، أنا شايف يا مستر في 3 شبه بعض أهم، سالب اكس سالب اكس سالب اكس. خلاص يا عم، يبقى ممكن اكتب سالب اكس واشوف الاسس بقى، اللي فوق بالموجب اللي تحت بالسالب. 6 فوق ادي 6، نزلت في المقام تحت يبقى ناقص 5 ناقص 2. اي حاجه في المقام تحت بالناقص، يبقى 6 نقص منها 5 ونقص 2 كمان. حلو الكلام. في الاكس اس 3 دي سيبها زي ما هي، ما فيهاش اي حاجه، دي اكس اس 3. طيب سالب اكس اهي، اس كام بقى يا مستر؟ 6 ناقص 5 1 1 ناقص 2 سالب 1 في اكس اس 3. طب هنا بقى يا مستر انا عايز اسال سؤال، السالب اكس اس سالب 1 دي مش ممكن انا اشيلها واكتب مكانها 1 على اكس اس 1؟ يا سلام عليك، لسه قايلين في السبوره اللي فاتت ان حرام وما ينفعش يكون عندك الاس سالب، فممكن تقلب الاساس يتقلب الاس كده يعني. في هنا سالب، في هنا سالب يا ريس. طب وكده ايه اللي هيحصل يعني؟ ما كده بقت سهله يا معلم. المقام بتاع دي 1، اضرب بقى 1 في اكس اس 3 باكس اس 3 اعلى سالب اكس في 1 بسالب اكس. الاجابه هتطلع موجب على سالب فيها السالب، اكس اس 3 على اكس تديني اكس اس كام؟ اطرح الاس، 3 ناقص 1 2 سالب اكس اس 2. رائع وجميل. طب هتلاقي عندك بقى كام مثال؟ حاول بنفسك 3 هتحلهم لي. طيب تعالى الرقم 3 دي نبسطوها، اللي هي دي. رقم 3 بتتحل ازاي؟ خد المتشابه مع بعض، تاخد دول مع بعض تطرح الاسس، تاخد دول مع بعض تطرح الاسس، تبقى سالب ايه اس 4 ناقص 5 سالب 1 في ايه اس 5 ناقص 3 2. طب انا كده بضرب اساسات، متشابهه ولا مش متشابهه؟ لا مش متشابهه، دي سالب ايه ودي ايه. طب سالب ايه في ايه هتطلع سالب ايه، لان سالب في موجب بسالب. اجمع بقى، اجمع السالب 1 والاثنين يديك 1. يبقى الاجابه سالب ايه اس 1. هنا شويه مسائل نحل لنا منها، مثلا نحل سؤال 5 مع بعض، ونحله من هنا مثلا سؤال 3 6 9. يلا بينا نبتدي بسؤال مثلا، او تعالى سؤال 14 يا عم عشان شكله فيه حروف، او 13 عشان فيهم حروف. يلا بينا. هعمل ايه يا مستر؟ خلص اللي فوق لوحده وخلص اللي تحت لوحده. اكس اكس خد اكس واحده، اجمع بقى الاسس على الاله الحاسبه، سالب 6 زائد سالب 2 تطلع سالب 8. على خلص اللي تحت لوحده، اجمع الاسس، مش دول ضرب، اجمع الاسس، سالب 3 زائد سالب 4 يبقى سالب 7. بقت معاك مساله اسم يا ريس هتساوي، خلاص بقى ناخد اساس واحد ما نعملش كسر، اكس على اكس ناخد اكس واحده ونطرح الاسس، سالب 8 ناقص سالب 7، سالب 8 ناقص سالب 7. طبعا دي تبقى زائد، وسالب 8 زائد 7 اللي هي سالب 1، فدي كانها اكس اس سالب 1 هي
لو قلبت الاكس 1 على اكس والسالب 1 خليته كام؟ 1. هي بالظبط. ده سؤال 14. خلص الدرس، احنا بنحل دلوقتي. سؤال 13. اعمل ايه فوق؟ خلص اللي فوق كله، يلا. ايه اس؟ اجمع الاسس -1 زائد 2 زائد -3. -1 وسالب 3 -4. -4 و2 تديني -2. تحت اجمع الاسس 4 زائد -7 -3. بقت اسمها يا مستر اطرح الاسس، ثبت الاساس واطرح الاسس. -2 ناقص -3 فتبقى زائد 3. -2 زائد 3 كام؟ 1. فتبقى الاجابه ايه اس 1 اللي هي ايه. مسائل زي ما انت شايف بسيطه وسهله. طب ايه يا مستر رقم 19 دي؟ وكده كده بالمناسبه ان شاء الله تمارين الدرس الاولاني هنمشي بقى طول السنه، كل درس هنخلصه تمارين وهتنزل بعدها بيوم او بيومين على القناه بتاعتنا لحد ما نخلص ان شاء الله تمارين الكتاب كله على كل الدروس باذن الله. تعال نحل سؤال، او انا عايز اجيب شويه من الاختياري كده عشان اوريك افكار مختلفه. ايوه، بص يا ريس، سؤال 13 اكتب عليه مهم، هيتكرر في كل الامتحانات دائما معاك. والله يا مستر دي 5 مضروبه في ايه اس 0، وانت لسه قايل لي ان اي حاجه اس 0 بكام؟ ب1 مش بصفر. اي حاجه اس 0 بكام؟ ب1. كتبت لك من شويه عفريت اس 0 ب1، فدي كانها 5 في ايه اس 0 1 ناقص. طب ايه ده بقى يا مستر؟ الصفر عليهم كلهم، يعني ال5 ايه على بعضها كلها اس 0 هتطلع كام يعني برضه؟ 1. ما انت قلت لي اي حاجه اس 0 ب1، يعني انا لو اديتك قوس كده مكتوب فيه 8 كي واس 0 ب1. طيب يبقى الفرق بين دي ودي ان الصفر هنا موجود على كله، مكتوب على كله، انما هنا على الايه بس. يبقى كانها 5 في 1 ناقص 1. طبعا 5 في 1 ب5 و5 ناقص 1 تساوي 4. وتعال نشوف سؤال شبه ده كده بسرعه. بص، 8 بي اس 0 ناقص 8 بي اس 0. يلا بينا نحل. دي 8 مضروبه في بي اس 0 لوحدها ب1 ناقص دي كلها على بعضها ب1، يبقى دي كانها 8 ناقص 1 7. سؤال مهم. طيب رقم 15 كتاب مدرسي بيقول لي 2 اس 4 في ايه يديك 2 اس 20. ده ضرب، يبقى اكيد دي 2 اس، اكيد جمعت الاسس بقى. 4 زائد كام يديني 20؟ 4 زائد 16. طب رقم 16 يا مستر مهمه وفكرتها مهمه. 2 اس -5 في حاجه طلعت 1. ايه يا مستر طلعت 1؟ ايه ده؟ ايه الواحد ده؟ ما هو حبيب قلبي خد بالك، الواحد ده عجينه، انا ممكن اكتبه كام؟ انا ممكن اشكله، ممكن اخلي الواحد ده كانه 2 اس 0 حسب المساله بتاعتي. مش هنا الاساس 2؟ فانا عايز دي تبقى 2 اس حاجه، اكيد الناتج لازم يطلع 2. مش احنا هنا قلنا دي كانت 2 والناتج 2 فاكتشفنا ان دي لازم تبقى 2 اس حاجه. طب ما هنا دي 1 منعاني ان انا احل، لا فانا ممكن اشكل الواحد بقى 2 اس 0 عشان دي 2 اس -5. لو دي مثلا كانت 3 اس -5 في كام يديني 1، كنت شكلت الواحد خليته 3 اس 0. يبقى انا بشكل الواحد حسب المساله بتاعتي. حلو الكلام. طيب يبقى الايه بكام؟ اكيد 2 اس كام بقى؟ انا جمعت -5 مع اس طلعت 0. -5 زائد كام يديك 0؟ -5 زائد 5 زائد معكوسها الجمعي يبقى 2 اس 5. مش فاهم السؤال ده. بص، 3 اس -4 في ايه تساوي 1. والله يا مستر انا عايز الاجابه تطلع 3 اس حاجه، طالما دي 3 اضربها في 3 اس حاجه تطلع 3 اس حاجه. ما انا لازم اثبت الاساس. خلاص الواحد بيتشكل، يبقى انا اقدر الواحد ده اخليه 3 اس 0. كده بقت حلوه يا مستر. كده الاي دي كانها بقى 3 اس كام بقى؟ دلوقتي هنكتشف اهو. 3 اس -4 جمعتها مع كام
عشان تطلع صفر. جمعتها مع 4 صح، يبقى الايه هنا ب3 أس 4. ببساطة فكرة المسألة دي عشان مهمة. اوكي، آخر سؤال يا ريس بيقول لي أي مما يأتي يساوي ثلث العدد 3 أس إكس. طبعا أنا قلت لك يعني إيه كلمة تلت، يعني اقسمه على 3. فدي كأنها كده 3 أس إكس قسمناها على 3. أيوة الإجابة هتطلع كام يعني؟ مش 3 دي أسها 1، اطرح بقى الأسس كده، ثبت الأساس واطرح الأسس. 3 أس إكس ناقص 1 أهي. وبكده نكون انتهينا من شرح الدرس الأول. إن شاء الله تمارين وهتنزل يا إما بعديها بيومين أو بعديها ب3 أيام، وإن شاء الله الجبر سهل وجميل ما تقلقوش، وربنا يوفقكم إن شاء الله لكل خير. يلا السلام عليكم.